قصيدة اسمها معجزة. نرجو الهدوء إذا سمحتم. في القرآن ربك قال للناس ادعوني علشان هو كريم وبيدي. وفي رمضان الناس بتصلي تملى المسجد في التراويح وإمامهم يدعي ويعيط واللي وراه بيقولوا أمين. عارفين كانوا بيدعوا بإيه؟ كانوا كل صلاة بيقولوا يا الله رجع لينا صلاح الدين، يا الله ده احنا بشوق مستنيين، يا الله لو جالنا هنقوم واقفين، يا الله نمشي وراه ونكون طيعين، يا الله ونحرر شعب فلسطين، يا الله صلاح الدين، يا الله. ربك دايما رب قلوب، بيحب العبد اللي بيطلب. واما لقى الملايين بيقولوا رجع لينا صلاح الدين سبحانه حقق رغبتهم. ولقينا الارض بتنشق، قدرة ربك مين هيكذب ويقول لا؟ ولقينا فارس من نور وحصانه بيجري ويدور وفي ايده السيف المتعافي. استعجبنا وسألناه انت اسمك ايه؟ قال بالفصحى انا يا قوم صلاح الدين. الله اكبر. انا يا قوم صلاح الدين، قد احياني الله القادر حين دعوتم ان يبعثني الله اليكم، ها انا ذا قد جئت اليكم، لكن نبئت باخبار عنكم سيئه للغايه. كيف رضيتم ان ينتهك الاقصى فيكم؟ كيف سمحتم للاعداء بهذا الامر؟ كيف قبلتم عيش الذله بين الناس؟ اني مت وارض القدس من كل خبيث، وتركت الاقصى من زمن مرفوع الراس، فتنازلتم انتم عنه للانجاس. لكن لا باس، فقد عدت وسنرجع جيش الاسلام، جيش سوف يقود العالم، انتم جنده، هيا قوموا سوف نحارب حتى الموت. هيا قوموا سوف نحارب حتى الموت. هل من احد يبدي رأيا فيما قلت؟ كل الناس كانت في ذهول من اللي بيحصل. كل الناس كانت في ذهول من اللي بيحصل. واحد فيهم اتقدم لصلاح الدين قال اسمح لي انت صلاح الدين وانا عارف، لكن اسف ما اقدرش احارب وياك، احسن انا على وش جواز، عايز اشوف لي يومين في الدنيا ابقى عريس افرح واتمتع واهيص، لكن حرب سلام عليكم انا مش فاضي. واحد تاني قال انا واحد تاني قال اسمح لي يا عم صلاح اني ما اروحش الحرب معاك، عندي عيال عايز اربيهم وانا غلبان بقطع من جسمي وبديهم، لو رحت معاك افرض يعني مين هياكلهم من بعدي؟ مين لو رحت معاك يراعيهم؟ انا عارف ربنا موجود هو اللي بيرزق مش احنا، بس انا خايف والبركه في باقي الرجاله هم يسدوا بدالي هناك. واحد تالت قال انا تاجر عندي المصنع والدكان ومشاغل اشكال والوان، ابقى عبيط لو سبت مصالحي وجيت وياك، لكن هبقى معاكم بقلبي. واحد رابع، واحد خامس، سادس، سابع، عاشر، 1000 كل الناس قالوا اسفين، روح وحدك يا صلاح الدين، احسن احنا مش فاضيين لا لجيشك ولا لفلسطين. ايه يعني اقصانا سجين؟ ما هو في السجن بقاله سنين، لو بالحرب هننصر دين يبقى خلاص ما احناش عايزين، احنا هنقعد منتظرين وهندعي لك بالملايين، يا الله ابعد عنا صلاح الدين، يا الله احنا بحالنا كده راضيين، يا الله. يا رب. بعد ما قالوا كل كلامهم بص صلاح الدين بعينيه ملقاش ولا واحد حواليه، يعمل ايه؟ الارض انشقت من تاني علشان تاخده، مرضيش ينزل تحت الارض،
عايز يعمل حاجة في باله فوق الأرض، غير لبسه ولبس زي شباب القدس، نفس الشكل ونفس اللون، كان متغاظ من كل الناس اللي سابوه، جمع غيظه تحت هدومه ودخل وسط كلاب الأرض وفجر غيظه علشان يفضل زي ما هو صلاح الدين. لكن ساب في القدس رسالة بيقول فيها إنه حزين علشان جيشه ما كانش معاه، جيش حطين، وبيطلب من كل الناس اللي بيدعوا كل صلاة لو طلبوه تاني ينصرهم لما يقولوا يا الله رجع لينا صلاح الدين، لازم يدعوا كمان ويقولوا يا الله رجع لنا جيشه جيش يكون حطين، وياه، علشان احنا مش فاضيين، مش هنسيب المال والجاه، مش هنسيب الدنيا الحلوة ونمشي وراه، يا الله مش عايزينه يجي لوحده، عايزين جيشه يكون وياه، عايزين جيشه يكون وياه. الله على الإطالة يا جماعة. الله الله